أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستقبل الأيام القادمة في ذكرى شهادة أبي الأحرار محمد وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين، واستشهاد أبي عبد الله الحسين بالإسلام. وفي هذه الأيام أيضا الحمد لله الذي أنعم على المسلمين بوقف القتال مع عدو الصهيوني أيضا. وكل المناسبات هي شيعية بامتياز، وكذلك الشعر والمحاضرات والمناسبات هي شيعية بامتياز. لمثل شهر الحدين في هذه الأيام المباركة نستقبل فيها محرم الحرام بعام 1447 بالهجرة المقدسة المباركة. نتمنى أن تزداد فعالياتنا ومؤسساتنا ونوادينا وأماسينا باستقبال الذكرى الألفية لمحطة الشيخ الطوسي في النجف رضوان الله تعالى عليه في عام 448 للهجرة المباركة. وكل الفعاليات إن شاء الله في هذه السنة والتي بعدها ستكون إن شاء الله معززة وتكون مهيئة لاستقبال هذه الألفية المباركة. في هذه الليلة مع علم وأستاذ كبير متدرس له باع طويل في المؤلفات والمحاضرات والمؤتمرات والندوات والأمات، فكان لنا شرف كبير أن قدمناه في أكثر من مجلس ومحاضرة ومؤتمر. أستاذنا العلامة الدكتور الشريف جواد أحمد البهادي غني عن التعريف، شغل عدة مناصب، منها إمامة كلية القانون، ومنها أستاذ الدراسات العليا، ومنها الكثير من المشاركات، المؤتمرات، الندوات، الورش التعليمية. لذلك فهو تلميذ طالب ونجيب في مراجع النجف الأربعة منذ عام 1996. حفظ الله الباقين ورحمه الله الماضين. للدكتور محمد جواد أحمد البهادي أكثر من 116 ما بين كتاب وبحث ومقال. استقينا أهمها التعالي على الكراهية، وهو زبدة محاضرتنا لهذه الليلة إن شاء الله. التعالي على الكراهية بالخطاب الشيعي وفلسفة التشريع في ضوء معطيات الشريعة والقانون وفقه الحوار والوحدة التقليدي بين المذاهب. الأستاذ الدكتور البهادي له دروس في الفقه الاجتماعي، وله في الحقوق الفقهية في الشريعة والقانون، وحركية فهم النص للاجتهاد والتقليد. وهو حاليا أستاذا كبيرا للدراسات العليا في كلية القانون والمعهد العالي للعلمين للدراسات العليا. أفتخر أمسيك هذه الليلة أن يكون ضيفها الأستاذ العلامة الدكتور جواد أحمد البهادي في خطاب الكراهية المجتمع. فليتفضل مشكورا، نستقبله بذكر محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والحضور الكريم مع حفظ المقامات السامية والألقاب الرفيعة. أصحاب السماحة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من دواعي الغبطة أن أجالس نخبة من رواد المعارف النجفية وقامات سامية أشهد أنني أول المستفيدين بجهود خيرة ورؤى نيرة من أسرة عريقة شهادتي بهم مجروحة لطول صحبتنا وتآخينا معهم منذ عقود خلت. سماحة الحجة الكبير الشيخ نزيل محي الدين دامت بركاتكم، شكرا لثقتكم أيها الحضور وحسن ظنكم بالرغم من بضاعة المزجات. على بركة الله كلامي سيكون في 4 فروع وكالآتي. الفرع الأول: الخطاب الإسلامي بين الحوار والنقد. تنطلق هذه المحاضرة من حقيقة مفادها لا عقل ثابت يحكم أنماط خطابنا الإسلامي، وكذلك لا منهج ثابت يحدد ماهية الربط بين الفكر والواقع، وبالتالي ننظر من زاوية أخرى. ثمة هو بين خطابنا الإسلامي المعاصر وبين واقعنا المعاصر. فهناك من يرى أن الإسلام هو خطاب العقل وسمو الذات، وهناك من يرى أن الواقع الإسلامي هو خطاب السلطة وقمع الذات، بدلاً من أن يقوم بتشخيص الواقع ومن ثم محاولة عرضه لهمومه وحل إشكالياته. تساؤلي هنا: أين المفكر الإسلامي وأين رؤيته العقلانية مما يعانيه هذا الخطاب من أزمات بل وانحسار؟ وأين هو من موجة التعصب والتطرف والإرهاب الفكري الموجه ضد الفكر الإسلامي نفسه بشكل خاص، الذي يبدو من بعض الأبحاث أن التطرف والإرهاب مفهومان مترادفان، ولكني أعتقد أن فرقا هناك بين الاثنين، وإن انتاب الفرق ضرب من الغموض. التطرف انسلاخ شريحة من المجتمع عن المجرى الرئيسي لحياة المجتمع لخطأ في الفكر أو خطأ في السلوك، وله مظاهر كالتعصب للرأي بحيث لا يتم الاعتراف بالآخرين، والعنف في التعامل، والخشونة والغلظة في الدعوة، والنظرة التشاؤمية عندهم، وتقليل شأن الآخرين، ثم الاندفاع وعدم ضبط النفس. أما الإرهاب فهو عنف منظم يدخل بالجريمة المخططة. الإرهاب يأخذ طابعا دوليا، فهو جريمة عابرة للقارات، للحدود أو القوميات، فهم لا يستهدفون النشاط الداخلي غالبا، وإنما يحققون كهدف لهم مكاسب سياسية، فرض الأفكار المرادة بالقوة وتغيير نظم اجتماعية بكل صورة وطريقة من طرق العنف. في الجملة لا أريد أن أسهل في هذا، إنما أقول أن الخطاب الإسلامي بالأمس كان يتعلق بالعقيدة والمعرفة، وخطابنا المعاصر وما سيؤول إليه بالغد
يتعلق بالوجود الإسلامي الحضاري هوية وقيما وقيمة، بل واستمراره واستدامته، إن قلنا أن ذلك يهدد الوجود. لا يخفى على اللبيب أن أمورا وإشكاليات هناك يجب أن نتوقف عندها، ألمح إليها بنقاط. ماهية الخطاب الإسلامي، هل هو شمولي أو لا؟ ثانيا، بنيته العقلانية أهي تراثية راجعة لأصولها أو منفتحة على الواقع لكنها تعود إلى الجذور، فتكون النظرة حداثوية غير مبتعدة عن الأصول القديمة. ثم ما هي مدياته وحدود مساحته؟ أهو الانطواء والاكتفاء بالقدر المتيقن فيضيق حدا، أو هو حضوره في الفكر المعاصر فيتسع؟ هل مضمون خطابنا الإسلامي تشكل من منهجية واحدة لم يخرج لغيرها، أو هو ناتج من منهجيات متلاقحة ساعدت على تشكيله برؤية جديدة؟ والإشكال أو المنطلق الخامس، ما الآفاق المتاحة للفكر الإسلامي في تفعيل خطابه؟ أهي تطويرية أو اشترارية كما يحصل عند بعض؟ ثم ما مدى انفعاله وتفاعله بكل ما يحيطه من تناقضات، من تيارات، اتجاهات، ليؤشر الحضور الفكر الفاعل للخطاب الإسلامي كواقع وثقافة، كي يكون ممتازا بنتاجه الثري تبعا لثراء منابعه التي هي الوحي والنقل من النصوص السماوية الكثيرة. ثم ما هي إضافات المفكر الإسلامي اليوم؟ وما هي الأهم؟ هي الآليات لتفعيل الخطاب الإسلامي. هذا مجمل مقدمة الفرع الأول. الفرع الثاني، الخطاب الإسلامي وحقوق الإنسان. ولا يخفى أن الإسلام نظرية وتطبيق. اختلال التطبيق لا يعني أن خللا أصاب التنظير، فالنظرية أصل لا محيص له. والعودة لنصوص التشريع الإسلامي تشكل نقطة انطلاق صحيحة لتكون على محك لا مجال للريب فيها، قرآنا كريما وسنة للمعصوم عليه السلام بناء على كونه نبيا أو إماما، فهي سنة عند خطاب الإمامية. على أي نحو كان، من أول وضع النطفة في الرحم للإسلام ري، بل بأصل تكوينها في الأصلاب أعطاها حقها، ثم أعطاها حقا في حال كونها جنينا، ورتب على الاعتداء جناية، وما أن يولد حتى ترى له أحكام خاصة في التشريع وآداب معينة. ولم يغفل، أعطى الطفل الحق بالحياة والنمو. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. بل بلغ الأمر منع الحاكم من إعدام الأم الحامل في أي ظرف مشدد، حاميا له من الأخطار، معتبرا التشريع اختطاف الأطفال بقصد الاتجار بالبشر من أعمال الفساد بالأرض، ورتب الأحكام في الفقه بشكل واضح. هكذا النسب والتربية والتعليم والأمر بالمعاملة الحسنة من قبل الوالد، ويتسلسل الإسلام في المجال الاجتماعي له والسياسي، وحرية الفكر وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والعبادة وهكذا.
ثم دعا الإسلام للفئة الأكبر بمساواة الشعوب في نسبتها للإنسانية، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، لكنه لم يتجاوز أن اعتبر مناط التكريم طبقا لمبدأ التقوى ليكون أكرم عند الله تعالى. إذن حقوق الإنسان تتمتع بضمانات في الإسلام، وهذه تبعا لأهميتها تنقسم إلى حق لله وحق للناس وحقوق مشتركة. باعتبار أهميتها قد تكون ضرورية مثل حفظ الدين والعرض والمال والنفس والنسل، وأضاف بعضهم العرض، وتحسينية وهي الأمور التي تحسن الحياة وتزينها جمالا وذوقا كذلك. وهنا